حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد ويوم جديد، ويلا بينا بقى اشارك معاكم يومي النهارده ونشوف بقى روتيننا هيمشي ازاي. في شويه حاجات مختلفه كده بس ان شاء الله هيفيدكم. الناس طبعا اللي اشتركت عندي جديده في القناه منوريني ومشرفيني، والناس اللي اول مره تتفرج عليا اوعك تنسي تشتركي في القناه وكمان تضغطي زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك مني اشعار، واهم حاجه اللايك التفاعلي على الفيديو. وطبعا اي تساؤلات بشوفها في الكومنتات هحاول ان انا ارد عليكم هنا واحنا بندردش كده مع بعض في نص الفيديو. زي ما انتوا عارفين فقرة الفراخ انتوا بقيتوا بتحبوها جدا، ولازم اشارك معاكم يومي من اول ما بصحى من النوم الصبح. فالنهارده برضو هشارك كده معاكم يومي. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. صحيت كده من النوم، عملت لهم بقى ايه، نغير بقى في الفطار. انتوا عارفين ان انا بحب كل يوم كده ما يبقاش الفطار زي اليوم اللي قبله. عملت كده شعريه بالسكر، وعايزه اقول لكم بقى الجو الايام دي ساقعه وهوا مش عايزه اقول لكم. فبصراحه الشعريه بقى بتدفي. في ناس طبعا بتحب الشعريه بالسكر ويحطوا عليها لبن، لا احنا هنحط الشعريه بالسكر لوحدها، وبعد كده كل واحد ايه كوبايه لبن صغيره كده. عايزه اقول لكم ان انا بقالي فتره يعني مش بشرب اللبن كده، بقالي زي اسبوعين كده ولا حاجه والله ما بشربش لبن خالص، يا شاي على لبن يا اما شاي بس. فقلت بقى النهارده ايه، بما اننا عاملين الشعريه كده بالسكر بتبقى جميله، في ناس زي ما قلت لكم بيحبوا يحطوا لبن، فنشرب بقى معاها ايه كل واحد كوبايه لبن صغيره كده. عايزه اقول لكم ولادي ساعات ربنا بيبقى هاديهم جدا وبيشربوا كده اللبن، وساعات بقى ايه عارفين بيتنمرضوا كده، لا احنا مش هنشربوا لبن، نعمل لنا زيك شاي بلبن. فساعات بفطر بعديهم مخصوص عشان اشربهم اللي هم اللبن الاول، لان انا ممكن ما اشربش مثلا لبن شاي على لبن كده. المهم ان احنا بقى ايه، قلت لهم النهارده كلنا هنشرب لبن. فخلاص عملت بقى الشعريه كده واللبن عشان لسه بقى ورايا شويه حاجات. عايزه اقول لكم ان انا كنت صاحيه جعانه جدا، مش عارفه بقى عشان نايمه، فعلا كنت نايمه بالليل جعانه. كسلت بصراحه، اتدفيت كده فكسلت ان انا اقوم اكل والله. فكنت قايمه بقى ايه عايزه اكل. المهم ان انا عايزه اكل حاجه مختلفه، مش عايزه اكل بقى عيش وجبنه والكلام ده كله. فقلت خلاص هي الشعريه بالسكر بقى تدفينا كده في الساعه. في بدايه الفيديو الناس اللي سالتني انا بشتغل ايه، انا لسه ما بشتغلش خالص. انا بشتغلش غير معاكم في الفيديوهات بس، اللي هو ست بيت يعني، لحد دلوقتي انا ست بيت. بس بعمل الدبلومه التربوي وبعملها في جامعه الازهر، علشان انا ليسانس اداب قسم تاريخ. المهم ان انا مدرسه تاريخ يعني. فلسه بقى بعمل الدبلومه التربوي. هتقولي لسه فاكره تعمليها؟ يلا بقى، انا المفروض اصلا كنت عملتها بعد التخرج بس اتجوزت وكده، اللي هو كسلت ما عملتهاش. فبعملها دلوقتي، بس عايزه اقول لكم ان هي معاناه جدا مع البيت والولاد، فبصراحه معاناه. فبجد والله العظيم ربنا يقوي الجميع، وخصوصا الناس اللي في كليات فعلا ومتجوزه، لا الموضوع صعب جدا على فكره، فربنا يعينهم ويقويهم. هنا بقى عملت حلبة بعسل للفراخ كده وطلعت. عايزه اقول لكم بقى ان الجو، بصوا هوا رهيب. هو كده كده مفيش شتاء يعني. انا بقيت بجيب من على التليفون كده الارصاد، لا مفيش شتاء. قلت كويس ان مفيش شتاء عشان انشر بقى غسيلي براحتي. وهرد برضو على الناس اللي سألتني في الكومنتات. انا مش عارفة والله ارد على تعليقاتكم، بس هرد على تعليقاتكم كلكم، ان في كومنتات ما ببقاش عارفة ارد عليها، فاهمين كده يعني، لازم اتكلم معاكم كده في الفيديو اللي بعده. فهحاول برضو اجاوبكم على الغسالة الاوتوماتيك ان شاء الله في الفيديو ده. هنا بقى غسلت السقايات كده، وهبدأ بقى ايه ان انا احط الحلب بعسل كده اللي انا عملتها وازود لهم بقى المية. بس عايزه اقول لكم ان هم يعني ان شاء الله ينطروا معايا كده زي ما انتوا قلتوا ان الفراخ يعني بعد 30 يوم مثلا او 35 يوم بيبداوا ينطروا كده، ان شاء الله ينطروا معايا. وانا زي ما قلت لكم انا مش هذبحهم دلوقتي، ان شاء الله قبل رمضان كده باسبوع ولا حاجه هسيبهم للاخر خالص يعني، اللي هو ايه قبل رمضان، لان انا جايبه الدفعه دي رمضان ان شاء الله نكلينا عمر. وبالنسبه للفراخ زي ما قلت لكم التانية الحمرا ديت، في ناس ما شاء الله، ما انا قلت لكم في ناس متمكنه ما شاء الله في تربيه الفراخ يعني وعارفه، وجابت مثلا سلاله من كذا فهي عارفه. فبالمناسبه كمان انا عايزه اسالكم على السمان، الناس اللي جربت السمان تقول لي ايه رايها فيه، لان انا في حد قال لي يعني ان انا اجيب سمان كده واربيه، بس انا بصراحه عمري ما دقته ولا عمري ربيته. فبجد الناس اللي بتربي الحاجات دي يا ريت تنصحني وتقول لي اجيب ولا بلاش ولا ايه. لان هو لسه ممكن مثلا ايه لو هجيبه عمر 10 ايام، والدكتوره البيطريه بتقول 20 يوم وتذبحي عادي زي الفراخ كده البيضه. انا ما اعرفش المكان بتاعه اللي يعيش فيه يعني، عيش عادي يعيش، فاهميني النظام ان هو يكون مثلا مكان دافي. فقولوا لي على اساس ان انا لو حد جرب السمان ده
مثلا ابقى مهيئه له المكان طبعا قبل ما اجيبه، لان انتوا عارفين مش هروح اجيب مثلا الطيور او كده وانا مش مهيئه لها المكان. زي الفراخ البيضه كده لما نجيب لها لازم نكون مظبط لها مكان. فيا ريت يعني حد يفيدني، طالما انتوا ما شاء الله يعني كلكم او اغلبكم بتربوا فراخ. هنا بقى حطيت لهم الميه كده، كانوا عطشانين قوي. بصوا هو انا فتحت عليهم يعني هم عطشانين فهيطلعوا بقى، فقلت احط لهم الميه يسوا فيها وافضي بقى شويه نشاره كده وابدا افردها ايه في العشه تحتهم. هي العشه من تحتهم ما شاء الله كانت ناشفه. وبالنسبه ان انا اعلي الميه بتاعتهم، لما بعليها بيوقعوها، ما عنديش حاجه ثابته ان انا احط عليها الميه، فبيوقعوها طبعا وبيغرقوا الدنيا، وما ينفعش مكانهم يبقى مبلول كده لانه بيعمل لهم رطوبه. وهنا بقى الناس اللي بتقول لي برضو التهويه بتاعت الفراخ، لا بصوا الحتت المفتوحه ديت برضو عامله لهم تهويه، بتدخل لهم هوا. انا عارفه كده كده ان المفروض يعني الدكتور البيطري بيقول ان يبقى فيه هوا داخل وهوا خارج يغير نفس الفراخ، فتمام في تهويه كويسه. وانا شايفه بما ان الجو هوا قوي فبرضو في تهويه بتدخل لهم، يعني في نفس خارج وطالع. بس كده وحطيت لهم كده وما شاء الله. انا الناس اللي بتقول برضو ما تكنسلهمش، بصوا انا محتاره، في ناس بتقول لا اكنسلهم وفي ناس بتقول ما تكنسلهمش. انا ما بكنسلهمش غير لما بحس ان المكان خلاص. انا المهم ان انا عندي فرخه كل يوم لازم تطلع تبيض فوق العشه كده، ما بتبيضش تحت في الصندوق مكانها خالص، هي بتطلع تبيض فوق. المهم ان الناس اللي بتقول ما تكنسلهمش، انا عندي جيراني برضو بيقولوا لي ما تكنسلهمش سيبيهم، وفي ناس بيقولوا لا انا من الناس اللي ما بستحملش اسيبهم. يعني ممكن مثلا ايه دلوقتي بقيت بقعد بالعشر ايام من غير ما اكنس، مع ان انا طبعا كل يومين برش شويه جير كده واحط شويه نشاره كده، بعمل لهم اللي هي الطبقه نضيفه، يعني ارضيه كده نضيفه. بس طبعا بعد يعني ممكن 10 ايام كده ولا حاجه او اسبوع الاقي مثلا الحمام بتاعهم بدا يتغير لونه بيقلب الاحمر، فبعرف ان المكان بتاعهم مش نضيف. لازم بقى ان انا اشيل الكنسه دي كلها واغيرها. وغير كده بحب احط لهم بقى في الميه كده شويه خل تطهر المعده بتاعتهم. ده اللي انا بعمله مع الفراخ. لكن ان انا اسيبها خالص كده ما اكنسلهاش لاخر يوم، يعني مثلا من ساعه ما اجيب الفراخ لحد ما اذبحها، لا الموضوع هيبقى صعب قوي يعني. فانا شايفه ان كل 10 ايام في الشتاء ده حلو قوي. وحاولي ان انت اليوم اللي تكنسي لهم فيه يكون الجو حلو كده لطيف، ما يكونش بقى هوا وشتاء عشان ما يستهوش منك. المهم ان انا بقى ايه خلصت كده ان لميت غسله وكمان نشرت غسله، وما شاء الله كان الهوا عالي جدا. عايزه اقول لكم ان هو نشف الغسيل في ثانيه، الهوا كان عالي قوي. والناس بقى اللي سالتني على الغساله في الاوتوماتيك، الغساله في الاوتوماتيك بتاع عايزه اقول لكم ان هي الله اكبر والله نعمه والله العظيم. بصوا انا من ساعه ما اتصلحت وانا شغاله غسيل، عارفين انتوا كان عندي كميه غسيل رهيبه. انا الغساله عندي نوعها ايديال زانوسي، تمام 7 كيلو، في طبعا 8 كيلو، في 9 كمان، يعني في احجام اكبر من بتاعتي كمان. بس عايزه اقول لكم هي ما شاء الله حلوه جدا. الناس اللي بتقول بتطلع الغسيل مبلول شويه، لا هي ما بتطلعش، هي الدب بتطلعه مرطب بس مش مبلول. ممكن مثلا تشوفي حد يجي يبصلك عليها، تمام. ان هي ممكن مثلا يكون في البرنامج العصري ما بياخدش وقته للاخر، لان كل غساله مختلفه عن التانية، فانت ممكن تخلي حد يجي يبصلك عليها. بس والله العظيم اللي يقدر يجيب غساله في الاوتوماتيك والله العظيم نعمه نعمه نعمه. لا ما تتقارنش بالغساله النص اوتوماتيك على فكره خالص، لان زي ما قلت لكم الغساله نص اوتوماتيك يوم غسيل، انت بتبقي لازما يعني انت ما ينفعش تحطي الغسيل وتمشي تروحي مشوار وترجعي، ما انت كده كده لسه وراكي شطف وراكي عصر. لكن انت الغساله الاوتوماتيك تقدري تحطي فيها الغسيل وتروحي مشوارك وترجعي، هترجعي تنشري الغسيل، فاهميني؟ فده اللي انا بقوله. الناس بقى اللي بجد تقدر تجيب اي حاجه تساعدها في البيت، والله العظيم يا جماعه ما تستهونوش بجد. اي حاجه تريحك في البيت وتقدري انت تجيبيها وفي مقدرتك وفي مادياتك ان انت تجيبيها، والله ما تستخسروهاش في نفسكم. ما تقوليش لا كذا اولى عن كذا، لا هاتي. تقدري مثلا من مصروف البيت تعملي جمعيه كده تجيبي. انا عارفه ان غسالات الاطباق بقت، يعني انا كان معروض عليا من سنتين من 3 4 سنين ان انا اجيب غساله اطباق، كانت ب 4000 ونص، دلوقتي ب 15 وب 16. وبندم ان انا في الوقت ده انا كان معايا الفلوس ان انا ما جبتهاش. المهم ان انتوا شايفيني دلوقتي ان انا جايبه طماطم، انا قاعده بحكي معاكم وسهيت خالص والله والله العظيم. بصوا لما بفتح الفيديو وحد بيبقى سائل حاجه وبقعد اتكلم كده معاكم بنسى نفسي من غير اسئله، والله انا معاكم كده بقعد احكي والله العظيم بنسى نفسي. المهم تعالوا بقى نتكلم شويه عن الطماطم وبعد كده نبقى نرجع بقى لحكاوينا ونتكلم ونفضفض كده مع بعض. المهم ان انا لقيت الراجل بينادي كيلو الطماطم ب4 جنيه، قلت خلاص هجيب لي ب20 30 جنيه، مش هجيب كتير لان بصراحه ما كنتش اللي هو ايه، لا هصبر شويه مش هفرز دلوقتي.
فلقيته لما نزلت بصراحه الطماطم كان شكلها حلو، وقال لي والله القفص على بعضه اللي هي العدايه على بعضها ديت ب90 جنيه. طب ب80؟ قال لي والله انا كنت ببيعها ب100 وليكي انتي ب90، يعني خلاص انا بقيت ببيعها ب90. قلت له خلاص ماشي هات لي واحده. المهم ان انا خدتها. عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، الطماطم فيها حلوه جدا، الطماطم مسكره جدا. هو كده كده موسم الطماطم في الوقت ده في الشتاء الطماطم بتبقى مسكره كده وحلوه. وكمان الطماطم اللي مسكره دي في التخزين ان انت تيجي تطلعي تعملي بيها بقى الخضار بتاعك وكده بتبقى حلوه قوي. المهم ان انا وزنت كمان عدايه الطماطم دي لقيتها 26 كيلو، يعني واقف كيلو الطماطم ب3 جنيه ونص، وحلوه وما شاء الله. ما لقيتش بقى بايظ فيها حمضان فيها حاجات كده. طبعا فيها طماطم طريه وفيها طماطم مثلا ايه تحسوها مصفره شويه، فالمصفره شويه دي انا ركنتها على جنب. انا يعتبر كده خدت نص الطماطم او اكتر من نص الطماطم اللي هنعملها النهارده صلصه مع بعض، والنص التاني مثلا ايه تحسوه لونه فاتح شويه كده، مثلا ايه في سنه خضار كده. فهو قال لي لو بيتيها يوم او 2 بره التلاجة اللون ده هيبدأ ايه، بصوا يعني مثلا زي دي كده، زي الطماطمية دي كده، بس الطماطمية دي مثلا فيها جنب طري فمش هينفع ان انا اسيبها. وبعد كده بغسل بقى كمية الطماطم اللي معايا كلها، وبالشكل ده انا بفرز على طول الطماطم بالطريقة دي. ممكن افرزها كده كوحدات لوحدها. فبما ان بقى كمية الطماطم كبيرة فهبدأ افرز طماطم صلصة وطماطم يعني صلصة متسبكة كده صلصة للخضار، وكمان للمحشي. وباقي الطماطم التانية هخليها ان احنا نفرزها كده زي ما هي، يعني واحدة بوحدتها كده نحطها في كيسة كده ونحطها برضو في الفريزر. احيانا بقى بنعمل شوربة فما بيكونش عندنا طماطم مثلا ايه طرية شوية، الشوربة بتبقى محتاجة طماطمية حمرة كده وطرية فما بيكونش عندنا، فنسحب منها بقى. فبالنسبة لي ما شاء الله اللهم بارك كده انا خزنت طماطم لرمضان والبعد رمضان ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان انا يعني انا كنت الاول بجيب مثلا ايه الخضار كله مره واحده افرزه كله مع بعضه، بس بصراحه لقيت ان هو مش حلو ان انا اجيب في يوم واحد قوي. لا انا مش حمل دلوقتي بصراحه. يعني الناس ممكن ترجع لفيديوهاتي القديمه قوي، انا كنت ممكن اجيب القلقاس والبسله وكله بفرزه في فيديو واحد وفي يوم واحد بنجز حالي فيه واحطه كله في الفريزر وارتاح. بس بجد دلوقتي لا، بالنسبه لي هيبقى تعب جدا. فانا اعمل ايه اللي هو اخد واحده واحده كده، افرز حاجتي واحده واحده كل يوم مثلا مع روتين البيت. هفرز النهارده طماطم، طبعا فرزنا مع بعض البسله. طبعا الحاجات اللي طلعتها بقى كده ديت للفراخ، طبعا كل حاجه بقى بواقي الاكل الفراخ مستفاده بيها كده. بقى احنا فرزنا مع بعض البسله وكمان هنعمل النهارده الطماطم. فبالنسبه لي كده فاضل لي الفراوله والقلقاس، لكن لو خضره محشي هفرزها مش احسن حاجه خالص ومبتبقاش حلوه وما عجبتنيش حق الله يعني. ان انا افرز الخضره لا ما عجبتنيش، حتى الخضره لو غاليه. بس لو هتشتري ربطه صغيره بصراحه الفريش احسن من ان انت تقطعيها كده وتحطيها كده في الفريزر وتطلعيها بتبقى مسوده كده وما لهاش طعم في الاكل. فبصراحه نصيحه مني ان هي ما عجبتنيش خالص. فبس الناس اللي بتحب تفرز الحاجات ديت انتي وراحتك يعني. المهم بقى بما ان الجو ساقع واحنا صاحيين من بدري ويومنا بقى معانا طويل، عايزه اقول لكم ان اليوم النهارده طويل، فقلت بقى ايه اعمل كوبايتين سحلب كده يدفونا عشان نقدر بقى نكمل ايه باقي اليوم كده واحنا متدفيين. عملت كوبايتين كده سحلب انا والولاد، قلت نشربهم وما عادش ورانا بقى غير الغدا بس اللي هيتعمل. وكده كده الطماطم بتاعتنا على النار تستوي براحتها واحنا صاحيين من بدري، فاليوم معانا بقى ايه اللي هو بصوا بقى براحتنا. لما بصحى بدري بجد والله انا ذاتي ببقى مرتاحه، لكن لما بصحى متاخر اي نعم النوم ساعات بياخدني كده وبيبقى النوم جميل والغطا حلو قوي ومتدفين والدنيا تمام. بس لما بصحى ببقى بصوا بجري ورا نفسي. المهم شربت استحلب، وعايزه اقول لكم ان انا معليه شويه على الطماطم عشان عايزاها تستوي بسرعه، عشان كمان عايزه اعمل الغدا وعايزه اللي هو ايه اقفلها معاكم النهارده، اللي هو بقى اعبيها في الاكياس واحطها بقى في الفريزر. فهنا بقى بصوا انا مقطعه طماطم تاني، فكل ما الطماطم بتقل معايا بزودها بحط في الحله تاني. فاهمني؟ الطماطم بقى الميه بتاعتها كده كده بتسويها، انا ما حطيتش ميه خالص، انا يا دوب قطعت الطماطم وحطيتها على النار. وطبعا الطماطم بتنزل الميه بتاعتها، والميه بتاعتها على فكره يعني احنا ممكن كمان بنحاول ان احنا نعمل الحركه دي في الطماطم اللي هي المزه شويه، لكن ما شاء الله طماطمنا مسكره وجميله. فبحاول ان انا كل ما احس ان الحله الطماطم بتاعتها قلت كده ونزلت بزود بقى ايه
طماطم تاني، فاضل شويه صغيرين كده ابقى ازودهم. الناس اللي هتقول ممكن مش مفرزه طماطم، انا مش عارفه في رمضان ان شاء الله ممكن الطماطم تبقى رخيصه. ما بصوا ما نضمنش، لان الطماطم اللي هو ايه بحالات ممكن اصلا تلاقوها زادت، رغم ان ما شاء الله هي كتير السنه دي قوي وسعرها حلو جدا. يعني بقول لكم انا يعتبر كده الكيلو ب3.5 واقف عليا بالظبط. الكميه اللي انا جبتها دي كيلو الطماطم ب3.5. هي كده كده في السوق في التلاتة ب10، بس لا مش زي دي خالص. طبعا منقيين منها تلاقيها بقى مفعصه كده شويه، وتلاقيها فيها نقطه سودا كتير، وتلاقيها كمان ريحتها مش قوي. فبصراحه مش زي اللي انا جايباها دي خالص. فهنا بقى تعالوا شوفوا بقى هنعمله غدا ايه. طلعت بقى المكرونات، انتوا كده عرفتوا احنا هنعمل غدا ايه النهارده ان شاء الله. هنعمل بقى مع بعض شويه كشري مصري كده. بصوا مش عايزه اقول لكم طعمهم ما شاء الله، اقسم بالله الكشري ده في البيت والله يا بنات اعملوه بجد في البيت، اقسم بالله بيطلع تحفه، نظافه وبيطلع طعمه رهيب. لا مكرونه بقى معجنه ولا رز بايظ ولا صلصه تحسوها حمضانه ولا اي حاجه، انت عامله كل حاجه بايدك في البيت وضامنه نظافتها كمان. المهم ان انا طبعا ما كنتش عامله حسابي قبلها بيوم، لان بحب ابل العدس بجبه كده اما بفكر اعمله. ولو عندي حمص شام ببله برده، بس بصراحه بقى لي فتره ما عنديش حمص شام. هنا اخدت شويه عدس بجبه كده وحطيتهم على النار يتسلقوا عادي مش مهم طالما ما بلتهوش. هو البلالين بيخليه ينفش، ما بياخدش سوا اكتر يعني ما بيغيبش على النار. بس انا مش مهم، حطيت شويه العدس بجبه كده وسبتهم يتسلقوا. وطبعا معانا توم، ومعانا طبعا التوم ده عشان نعمل بيه الدقه، والبصل عشان نعمل بقى ايه التقليه كده، نحمر البصله. فهناخده بقى نعمله واحنا قاعدين كده. وعايزه اقول لكم بقى الساعه 2 كده، وعارفين الافلام القديمه بتاعت زمان كده وروايح الاكل في البيت، مش عايزه اقول لكم كان فيلم بقى السفيره عزيزه شغاله اهو، كنت قاعده قلت لازم أنا اوريكم كمان بشارك معاكم كل حاجه. قعدت بقى ايه وانا قاعده بقى بقشر في التوم وبجهز في الغدا كده، قعدت بقى اللي هو ايه اتفرج عليه. الفيلم ده انا بحبه جدا على فكره. بصوا هي الافلام القديمه عموما تحس ان ليها ايه قصه كده، تحس ان انت بتسمعي، غير افلام دلوقتي كده ملهاش اي هدف. افلام زمان كده بترجعك للزمن القديم. عارفين الزمن القديم ده بتفتكري بقى زمان لما كنت في بيت اهلك والظهريه كان يشتغل فيلم كده تتلموا كلكم تقعدوا تسمعوه. لا بصوا ايام زمان دي ما تتعوضش بجد والله العظيم. بس لسه بيوتنا برضو فيها بركة وخير الحمد لله، وفيها لمة العيلة، ربنا يديمها علينا يا رب نعمة. هنا بقى دقيت قطعت بقى وانا قاعدة كده بتفرج على الفيلم، وكده كده التلفزيون في وش المطبخ، فحتى لو مش بتفرج بسمع كده. هنا قطعت بقى البصل حلقان، قطعت البصل نص كده وقطعتها حلقات صغيرة رفيعة، وكمان دقيت التوم. وهنا بقى بضرب الطماطم كده بعد ما استوت كده بالهاند بلندر، وهسيبها طبعا لما تبرد خالص. عايزه اقول لكم بقى ان الطماطم بالهاند بلندر حلوه جدا. والناس اللي هتسالني على الهاند بلندر، الهاند بلندر حلو قوي. يعني انت بصي عملت حله الطماطم اهو، ما طلعتيش بقى الخلاط وقعدتي تكبي شويه بشويه وتضربيهم في الخلاط، لا وانتي في الحله نفسها ضربتي بالهاند بلندر. هينفعك بقى في العدس، وساعات طبعا بعمل بيه العصاير بيبقى حلو جدا. فبصراحه هو حلو، يعني انتي لو تقدري تجيبيه مفيش مشكله. انتي بقى مش هتقدري تجيبيه فعادي، هو مش اللي هو ايه اللي هو مش اساسي في المطبخ، بس هو بصراحه بينفع في حاجات كتير وحلو جدا. كمان عايزه اقول لك لو البشاميل كلكع منك بيبقى حلو قوي. يعني مثلا لو سهيتي حطيتي البشاميل على النار كده، طبعا بتحتاجي ان انت تقلبيه كاستر مهلبيه، بتاخديه تضربي بيه برضو الحاجات ديت. بصي كانك ما نسيتيش حاجه، بيضيع كل بقى الكلكعه اللي كانت فيه. فهو بصراحه حلو جدا. هنا بقى احنا عملنا العدس بجبه خلاص، تعالوا بقى نعمله الدقه بتاعه الكشري، وكمان هنعمل الشطه الزيت. بصوا انا بحب اعمل الشطه في البيت بتبقى تحفه. هنا بقى حطيت شويه زيت كده في الكسرولة بتاعتي ماشي، هنحط زيت هنا وزيت هنا، بس طبعا هنكتر في الدقه، هنكتر الزيت شويه. تمام. هنا نزلت بمعلقه شطه كبيره كده مثلا، وبدات اقلبها. تمام. وهحط شويه كمون عشان انا نسيت، ممكن اللقطه دي ما جبتهاش، اللي هو حطيت على الشطه شويه كمون. تمام. وبعد كده هنزل عليها بالميه، بس ايه هدي للشطه كده تحميصه مع الزيت. وهنا نزلت بالثوم بتاعي على الزيت، واديله كده ايه يعني مش هقلي الثوم، انا يا دوب بس هشوحه كده اديله تشويحه بسيطه. انا عايزه الثوم بتاعي ابيض مش عايزاه غامق. تمام. وانزل بقى كده بكمون على الثوم وعصره ليمون وشويه خل صغيرين، وهنزل بالميه.
بس ده اللي هعمله في الدقه، والدقه ما شاء الله بتطلع تحفه، وبتطلع زي بتاعت بره بالظبط، عشان الناس اللي بتسأل هتطلع معاكي زي بتاعت بره. وكمان هنا هضيف للشطه كمان شويه ميه، واسيبهم بقى يغلوا مع نفسهم لحد الميه ما تتبخر شويه من الشطه. وبالنسبه لي كده بتتعمل معايا شطه زيت، وبتبقى تقيله وبتبقى تحفه، وبيبقى لونها حلو قوي زي شطه بره برضه. سيبهم هنا بقى يغلوا مع بعض. انا مجرد اصلا ما بحط الدقه دي على النار تمام وتبدا تغلي كده، بحس ان انا واقفه في محل الكشري، تبقى الريحه طلعت بقى رهيبه. هنا بقى سبتهم غلوا كده، خلاص انا هطفي على الشطه، وكمان هطفي على الدقه، خلاص كده خلصت. بالنسبه لي بقى هعمل مكرونه في الاخر تمام. وهقول لك بقى، هتقولي لي الحلل الكشري ده يوم وبيبقى ما يعلم بالله ربنا. لا، الحاجه اللي تبهدليها اغسليها على طول، ما تسيبيش حاجه متراكمه في المطبخ. وهوريكي، خليكي بس معايا انت لاخر الفيديو، وهقول لك والله العظيم ان انت ازاي حتى بعد ما تاكلي، انا عارفه ان انت هتاكلي بقى الكشري والشطه الحراقه ومش هتبقي قادره بقى، اللي هو خلصتي يومك، ولو يومك كمان شاق فبالنسبه لك بتبقي تعبتي. فانا مش قادره بعد ما اكل، مش قادره ورايا المواعين، مش قادره اقوم اغسلها. لا، انا هخلي وراكي طبقين 2 بس اللي هو اكلت فيهم الكشري. المهم ان احنا بقى كمان عملنا الرز بشعريه، وزي ما قلت لكم المكرونه هنخليها للاخر. بقينا بس ان احنا نحمر البصل وكمان نعمل الصلصه. وبالنسبه لنا الصلصه معموله، فاحنا بس هنجهز الصلصه بتاعه الكشري. عايزه اقول لك على حاجه، بالنسبه لك انت وانت واقفه في المطبخ، انت كده كده واقفه في المطبخ، مثلا ايه، ما تعمليش هتحطي الكشري مثلا على النار، او كشري اصفر هتحطي مثلا الرز بشعريه على النار وتروحي تقعدي، ما تقعديش، وراكي طبق في الحوض اغسليه، ما تراكميش المواعين، معلقه اتبهدلت هروح اغسلها، كوبايه، طبق، اي حاجه عملت فيها كده وخلاص ما عادتش لازماني، هحطها في الحوض وانت واقفه اشطفيها. صدقيني هيبقى الموضوع خفيف عليكي جدا. بالمناسبه تعالى اقول لكم بقى، الناس اللي كل شويه تسالني انت منين، انا من كفر الدوار البحيره، كفر الدوار البحيره، عشان في ناس كتير ممكن تكون لسه هي داخله عندي فبتسالني. انا زي ما قلت لكم، انا ما ردتش والله على الفيديو اللي فات ده، ما ردتش على كومنتات حد خالص، بس ان شاء الله هرد عليكم بامر الله. زي ما قلت لكم والله لما بفضى كده، بفضي نفسي نص ساعه ولا ساعه برد عليكم كلكم. والله انتوا زي ما قلت لكم يعني بتدعموني، فربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، وتفضلوا داعمين ليا كده. دي ما بيننا المعروف يا رب، ونفضل كده نساند بعض ونساعد بعض، واي حد عنده معلومه ما يبخلش بيها على التاني. المهم تعالوا نشوفوا بقى الصلصه بتاعتنا كده. حطيت عليها شويه توم، صلصه بقى بتاعت الكشري، وعادي بقى ظبطت الملح بتاعها، وكمان حطيت فلفل وحطيت زيت. وهنا طبعا معايا كده الشطه كانت خلصت. هبدا بقى ايه، كل حاجه كده افضيها في البوله بتاعتها. هنا الدقه ما شاء الله عايزه اقول لكم تحفه، وطعمها بيبقى رهيب. والله اعملوها بالطريقه ديت وبجد والله مش هتندموا خالص، وبتبقى مظبوطه، وبيبقى الكشري يعني احسن بتاع بره بمراحل، في الطعم كمان بيبقى رهيب. وهنا بقى حضرنا ميه المكرونه والرز بتاعنا على النار، ما فاضلش بقى معانا غير البصل ان هو يتحمر. وهنا بقى فاضل بقى الصلصه، ان انا هصفي الصلصه، هصفيها بقى كده بالمصفى وارجع لكم، عشان انا مش عايزه والله ما بحبش الفيديوهات تبقى طويله عليكم، بس والله بيبقى غصب عني. المهم ان احنا هنا هنصفي الطماطم ونرجع بقى ايه نعبيها مع بعض عشان نفرزها على طول. هنا بقى كانت ميه المكرونه معايا خلاص غلت كده، هنزل بقى بالمكرونه وهضيف نوعين مكرونه. انت ممكن على فكره لو مش بتحبي تحطي الاسباجيتي ما تحطهاش، يعني ممكن تحطي مكرونه عاديه مفيش مشكله. فانا عندي الاتنين، فهقلب الاتنين على بعض كده. احنا هنعمل بقى كشري بيتي، بس ولادنا برضو لازم يحسوا برضو ايه، ان اللي انت عاملاه زي بره دماغ. والله يعني سبحان الله، انا لو الطعم عندي طعم حلو قوي بس الشكل مش زي شكل بره، اهم حاجه عندي الطعم، لا الولاد برضو الطعم والشكل. المهم هنا صفيت 3/4 الصلصه كده، وخدت الباقي ده، يعني اللي هي البلاستيكيه الفوشيا دي شويه ولا مش عارفه لونها ايه. المهم ان ديت الصلصه بتاعه المحشي، هعبي 3 اكياس كده صلصه للمحشي، يبقى تسبيكه المحشي عندي جاهزه تمام زي ما قلت لكم. لكن الخضره بصراحه ما انصحش حد يعملها، واللي حابب يعملها بقى يعني دي راجعه ليه، دي حريه شخصيه، بس هي ما عجبتنيش خالص. يعني انا حبيت ان انا زي ما اقول لكم، حتى لو ربطه الخضره غاليه شويه بس بيبقى ليها طعم في الاكل، غير لما بطلعها بحسها ان هي مسوده كده ومش حلوه. فبصراحه الحاجات اللي انا بجربها وبتطلع معايا مظبوطه بقول لكم عليها، والحاجه اللي انا جربتها وما طلعتش معايا مظبوطه مثلا او مش حلوه، بصراحه بحب ان انا اقول لكم عليها، علشان لو يعني ما نخسرش فلوس ونخزن حاجات على الفاضي. بس هنا بقى زي ما قلت لكم عملت كده
التسبيكه دي بتاعه المحشي كده وركنتها، عملت 3 اكياس كده، والباقي ده كله بقى هعبيه في اكياس صغيره على قد الطبخه بتاعتي، او على قد بقى ايه الخضار اللي انا بعمله. انت برضو حطي على قد الطبخه بتاعتك اللي انت بتعمليها. مثلا بتعملي شويه خضار صغيرين هتحطي، لو احتاجتي بقى ازيد، لو عندك ضيف مثلا وجيفه هتزودي مثلا في الخضار بتاعك شويه، مفيش مشكله، هتقدري تطلعي كيسين. انا هنا مش هعمل صلصه مكرونه، لان ممكن اطلع كيس اديله تسبيكه شويه على النار وبكده يبقى صلصه مكرونه. هنا ما شاء الله انا عبيت 10 اكياس كده للخضار و3 اكياس للمحشي، وزي ما قلت لكم انا لسه عندي طماطم تانية بس ايه سايباها بقى ايه تحمر شويه، واللي هتحمر دي انا هحطها زي ما هي في الفريزر، هحطها في كيسه كده كبيره واحطها زي ما هي كده ايه في الفريزر، والباقي ده كله هحاول بقى ايه ارصه بنظام كده في الفريزر. بس ما شاء الله اللهم بارك بجد والله، لو اي حاجه بسيطه بتبقى عندك بس انت بيها قلبك بيبقى جامد شويه، يعني التفريزات دي بصراحه بتجمد قلبك في اي وقت. حتى زي ما قلت لكم مش شرط لحوم وكلام من ده، التفريزات في حد ذاتها يعني ضيف دخل عليكي هتطلعي بسرعه. لو عندك مثلا بيض ومكرونه هتعملي مكرونه، وعندك الصلصه في الجاهزه في التلاجة هتطلعيها تحطيها على النار، مكرونه وبيض وبطاطس المهم ان اي حاجه موجوده عندك في البيت في الفريزر بتاعك والله العظيم بتخليكي بتجمد قلبك من الاخر. اي خضار اي حاجه بتفرزيها بتبقى مجمده قلبك كده. فربنا يوسع على الجميع يا رب ويرزق الجميع، ودايما بيوتنا تكون عمرانه كده بالخير والبركه. واهم حاجه الرضا، قبل كده قلت لكم والله العظيم اهم حاجه ان انت تكوني راضيه بجد، بيخليكي كانك مليونيره، كانك عندك الدنيا دي بحالها. فربنا يا رب يجعلنا دايما من الشاكرين والراضيين عن حياتنا يا رب، اللهم امين. هنا بقى الحمد لله خلصت يومي وفرست الطماطم بتاعتي على خير، وهنا بقى ايه نبدأ بقى ايه نحضر الغدا كده. حطيت بقى كل حاجة كده، الحاجات الكشري في بولات، الصلصة والدقة والعدس، ناقص بس في الأكلة دي اللي هو حمص الشام، بس قلت مش مهم يعني وجوده عادي بس بيدي طعم برضو، بس الكشري مش بينقص في الطعم من غيره يعني، عشان هو بصراحة غالي كمان الفترة دي، أنا مش عارفة هو بكام بس كانوا بيقولوا غالي. هنا بقى انا حطيت كل واحد في طبقه كده، وكل واحد بقى يزود الدقه زي ما هو عايز، الصلصه زي ما هو عايز، دي بقى ايه راجعه ليه. وعايزه اوريكم بقى في النهايه المطبخ كده. بصوا انا غسلت المواعين كلها وانا واقفه طبعا بعمل يعني بشتغل ايدي في حاجه وايدي مثلا في طبق في حله في المواعين كده. بالنسبه لي المطبخ كده هيريحني جدا، يعني بعد ما اكل لو مش قادره اقوم اغسل الطبقين فهم طبقين بساط هيتغسلوا، رغم ان انا غاسله المواعين طبعا وبتتصفى لسه ما رصيتهاش. المطبخ فيه كركبه الى حد ما، بس المهم ان الحوض فاضي. اهم حاجه الحوض ما فيهوش غير طبق صغير بس، الحوض فاضي ما فيهوش مواعين، وده في حد ذاته بالنسبه لي لما اقعد اكل كده بيبقى بصراحه انجاز. وربنا يديم علينا دايما يا رب نعمه الصحه وما يحرمناش منها ابدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.